السلام عليكم متابعي قناة كينج سبورت. أمطر منتخب مالي للناشئين شباك نظيره الكندي بخماسية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس على ملعب جيلورا بونكارنو لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة حاليا في إندونيسيا. ولحق المنتخب المالي بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي مونديال الناشئين على أنقاض كندا. حسم منتخب المغرب للناشئين بطاقة التأهل للدور الثاني بمونديال الناشئين بعد فوزه على صاحب الأرض منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-1 في ختام دور المجموعات. وتأهل المنتخب المغربي لثمن النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط أمام منتخب الإكوادور برصيد 5 نقاط. وكان المغرب الطرف الأفضل وبسط سيطرته أمام خصمه لينهي الشوط الأول متقدما بهدف محمد العلوي من ركلة جزاء في الدقيقة 29 وعبد الحميد أيت بودلال في الدقيقة 39. واستقبل المغرب الهدف الأول من إندونيسيا في الدقيقة 43 وقعه اللاعب نبيل عاشور من ركلة حرة مباشرة. ونجح محمد الحموني في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 63 ليقضي كليا على آمال إندونيسيا في العودة خلال المباراة. بعدها لجأ المدرب سعيد شيبان لإجراء بعض التغييرات لامتصاص حماس إندونيسيا ومعها كسر إيقاع اللعب لينتهي اللقاء بانتصار مستحق للمغرب. وسقطت الإكوادور في فخ التعادل أمام بنما بهدف لإلكين رويس 24 مقابل هدف لأولديمار كاستيو 79. وأنهى المغرب المجموعة في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة أمام الإكوادور. ويلعب المغرب في ثمن النهائي مع ثالث أحد المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة، فيما تلعب الأكوادور مع ثانية المجموعة الثالثة. ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في البطولة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي. وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب 5 ألقاب من أصل 8 مباريات نهائية أمام البرازيل 4 من 6. وكل من غانا والمكسيك 8 من 4، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عندما أحرزت لقب 1989 في اسكتلندا.